اهلا بيكم يا اخواتي في فيديو جديد من قناه نجم التوقعات. النهارده معانا توقعات مباريات يوم الثلاث 23/9/2025. قبل ما نبدا الفيديو حابب اقول لك ان احنا عاملين جروب في اي بي. سعر الاشتراك بتاع جروب الفي اي بي عاملين عليه خصم 50% لاول 10 اشخاص بس. تمام، فانت يا تلحق يا ما تلحقش. وحابب برضه افرجك كده، دي بعض الارباح، مش كل ارباحنا طبعا، بعض الارباح من جروب الفي اي بي الخاص. فانت يا صاحبي لو حابب تشترك معانا في جروب الفي اي بي هتلاقي كل الروابط في وصف الفيديو وفي اول تعليق عشان تتواصل معايا او تنضم لجروب التليجرام. تمام، طيب تعالوا كده مع بعض نشوف النهارده القسيمه. معانا النهارده قسيمه 9 احداث من اضمن الاحداث بتاعت بكره. تمام، القود بتاعها قود 8.157. طيب معانا كده اول ماتش في القسيمه ماتش برايتون في كاس انجلترا. عملنا فوز صريح لبرايتون وهي بره ارضها. تمام. طيب نروح كده تاني ماتش. معانا ماتش تشيلسي، برضو عملت فوز صريح لتشيلسي. بصوا يا جماعه، الماتشات دي بنسبه كبيره جدا ان شاء الله طبعا، لان محدش يعرف الغيب. الماتشات دي بنسبه كبيره جدا مضمونه. تمام، بالنسبه للفرق في الانديه الكبيره زي تشيلسي، ليفربول، برايتون، فالفرق دي بالنسبه لهم مش احسن حاجه. تمام، طيب نروح كده لتالت ماتش. معانا ماتش ميلان وليتشي في كاس ايطاليا. عملت برضو فوز صريح لميلان. تمام. برضو معانا ماتش ريال مدريد وليفانتي في الدوري. عملت انا ان ريال مدريد تفوز في احدى الاشواط. تمام، ممكن انت تعملها فوز براحتك، اعملها فوز عادي، بس انا شايف ان ده رهان مناسب. تمام. يا جماعه القسيمه دي، اي قسيمه انا بنزلها عموما مش معموله كده اي حاجه وخلاص، القسيمه معموله مدروسه. تمام. طيب نروح كده الماتش راسنج في كاس الليبرتادوس. عملت فرصه مزدوجه لفريق واحد اللي هو راسنج كلوب. تمام. تمام. معانا ماتش فلومينينسي ولانوس. الماتش ده مش بكره، يعني مش يوم 24، هو هيتلعب بالليل في السهره، سهرتنا عادي الساعه 3:30 الفجر، فبراحتنا. انا عملت هانديكاب لفلومينينسي، هانديكاب 1 اللي هو 0، يعني فلومينينسي تكسب احنا كسبنا، تتعادل فلوسنا تبقى استرداد. انت حابب تعملها فرصة مزدوجة؟ تمام، بس ما انصحكش ان انت تعملها فوز، هي بنسبة كبيرة ممكن تفوز. تمام. تمام. معانا ماتش في الدوري البرتغالي بنفيكا ورايو. عملت فوز صريح لبنفيكا، وطبعا اودها تعبان، بس بنفيكا محتاجة الماتش ده، والماتش ده هيفرق معاها جدا في الدوري، والماتش على ارضها. تمام. تمام. معانا ماتش اتلتيكو بالباو وجيرونا. جماعة الماتش ده بيعوا بيتكو وارموا عليه، من الاخر بلباو مش هتسيب الماتش ده. الماتش ده مهم بالنسبة لبلباو بنسبة كبيرة جدا، طبعا بالإحصائيات والمراجعة، فأنا بختصر عليك الكلام ده كله وبختصر عليك الوقت، وأنا بقول لك بلباو هتكسب الماتش ده إن شاء الله. تمام، كل حاجة طبعا بمشيئة الله. جيرونا الماتش اللي فات لو تفتكروا كان مطلوب منها لاعبين، طلب منها لاعبين الماتش اللي فات، وجيرونا كمان الموسم ده من أسوأ فرق في الدوري، واحتمال بنسبة كبيرة إن جيرونا الموسم ده هتهبط. تمام، فأنت اعمل فوز صريح لأتلتيكو بالباو، عايز تعمل فرصة مزدوجة براحتك. طيب معانا آخر ماتش في القسيمة ماتش إسبانيول وفالنسيا. عملت فرصة مزدوجة لإسبانيول، وبرضه بناء على النتائج ما بينهم والإحصائيات، وإن إسبانيول برضه الماتش ده محتاجاه، بس أنا بلعبكم في المضمون وعملت فرصة مزدوجة لإسبانيول. تمام. أنا هحط على القسيمة دي 1500 بتاعتنا كالعادة. تمام. تعالوا كده تاني نراجع القسيمة مع بعض لآخر مرة. عملت فوز صريح لبرايتون، فوز تشيلسي، فوز انتر عفوا فوز ميلان، فوز ريال مدريد في إحدى الأشواط، وراسنج كلوب عملت فرصة مزدوجة اللي هي تكسب أو تتعادل، وعملت هانديكاب 1-0، يعني فلومينينسي تكسب نكسب فلوسنا، تتعادل فلوسنا استرداد. تمام. عملت ماتش بنفيكا فوز صريح لبنفيكا، وعملنا فوز صريح لأتلتيكو بالباو ضد جيرونا، وعملنا فرصة مزدوجة لإسبانيول ضد فالنسيا. تمام. حابب اقول لك لو انت وصلت لحد هنا يا صاحبي ما تنساش ان انت تنضم لقناة التليجرام وتشترك في قناة اليوتيوب وتحط لايك على الفيديو ده، وبس يا صاحبي، سلام.